لعيبة يا مرتضى، عملتها ازاي دي يا اسطى؟ مين اللي بيعمل لك السيناريوهات؟ قول لي كده، مين بيعمل لك السيناريوهات ديت؟ ده انت بتعمل سيناريوهات بقيت عالمي، ولا ترابل اتش في الدبليو دبليو اي. ايوه يا عم، امال الناس هتجرفنا بقى معهم ويقعدوا يقول لك فين الصفقات وفك القيد والحجز والكلام الفارغ ده؟ لا، نعمل سيناريو. اضرب في شيكابالا، اضرب في شيكابالا، شيكابالا يرد، نطلع الترند بقى، نطلع ترند عالمي. اطلع شوف شيكابالا وشوف مرتضى هيرد يقول ايه. مرتضى هيخصم؟ لا. مرتضى يمكن يعمل قعدة صلح؟ لا. هنشوف ميدو؟ مش عارف، ميدو هيتدخل؟ خالد الغندور هيتدخل يا جماعة؟ يا نهار ابيض. فكنا بقى من الصفقات والقلة الأدب والحوارات البايخة ديت، خلينا بقى في نشوف المعلم هيعمل ايه. ولا مرتضى منصور هيرضى على شيكابالا ويخليه يرجع الفريق تاني، ولا يعمل له يصحى الصبح تلاقيه حاطط لك 1,000,000 جنيه غرام على شيكابالا؟ بس حلوين يعني 1,000,000 جنيه، حلوين يا اسطى. ابو هنعمل ايه بقى؟ هنفضل احنا في السيناريوهات ديت كتير يعني؟ هنفضل كده مع مرتضى؟ ده انت تروح تشتغل يا اسطى في الدبليو دبليو اي، تحط لك شويه سيناريوهات هناك عسل عسل، هتقبض برضه بدل السبوبه اللي مش جايبه همها دي. بقى سبوبة وحياة ضايعة كده، ففكك من الحوار ده وخليه شيكابالا. الله يخرب بيت لك التيشيرت بتاع كريستيانو اللي هبلك يا جدع. هو عشان شيكابالا راح يتصور وبقى فيه تيشيرتات متبادلة، خلاص الغيرة كلتك؟ هو انت لازم لا تبقى انت في الصورة؟ لا فيها لا فيها خالص. اتهد بقى يا جدع. ما انت جارفنا طول النهار على القنوات، على الفيس وعلى قناة ام النادي وعلى اليوتيوب وعلى التويتر. انت رقم واحد على التويتر ايه، وتيك توك كمان. مفيش اي وسيلة ترفيهية اجتماعية اي زفت في الدنيا كله اللي انت متصدر ترند كده. فبلاش اقولك في قلة ايه، اصلا انت معروف في قلة ايه. اتهد بقى. انت عارف، شايف ده تيشيرت شيكابالا، اول تيشيرت شيكابالا هي اللاعب بيه رقم 18. شايف رقم 18؟ بص الناحية التانية بقى قصاده ايه؟ اهم 5 نجوم. هم ال5 نجوم من ساعة وش امك ما مسك النادي، وهم ال5 نجوم مش زادوا. مش زادوا ولا هيزيدوا طول ما وشك انت وعيالك في الموضوع. فاغور وسيبك من السيناريوهات ديت. خد الاشكال اللي ابنك قال عليهم ها، خدهم وغرفة 60 ده يا مش دعوة بالزمالك. نهبط، نكسب الدوري، نخسر، نهبط درجة تالتة، غرفة ده يا مش دعوة. تمام. معلش يا جماعة، انا دخلت كده على طول عشان اصل السيناريوهات معروفة والواحد زهق منه. هو لازم يطلع في اي حاجة، اي حد يلاقيه طالع كده والجمهور معاه فلازم يخش يهاجمه. وقالك بالمرة الجمهور هيتلاقي عن الصفقات وعن فك القيد وعن مش عارف ايه. فخلينا نلتقي في الحوار ده. يلا يا جماعة مش هطول، انا حبيت بس اتكلم كلمتين كده، اطلع اتكلم معاكم كلمتين لان الواحد اتخنق وزهق وجرف من الشخصية ديت. يلا مش هقولكوا بقى، براحتكم تشتركوا وتعملوا لايك. بس عايز بصراحة عايزكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ايه رأيكم في اللي بيحصل والمهزلة اللي بتحصل في نادي الزمالك دي؟